أهلا أهلا. السلام عليكم. اليوم عندنا واحد القصة وأنا متأكدة غادي تعجبكم. بطلة القصة ديالنا سميتها جميلة، واللي كان في عمرها 24 سنة، بحكم ملي كانت صغيرة وهي كيجيوها الخطاب، ولكن الأب ديالها كان كيرفض. بحكم جميلة باقا صغيرة وكان كيطمح أنها تقرأ وتوظف، ولكن جميلة ما كانش عندها الراس ديال القرايه. ايوا واحد النهار جميله غادي يجيوها الخطاب. ايوا جميله ما قدتها فرحه هي والوالده ديالها. ايوا داروا الخطبه وفاتت كلشي على ما يرام، وغادي تفوت 4 الشهر وهما يديروا العقد، عقد الزواج. ايوا وصلت سنه تقريبا وغادي يوصل الميعاد ديال الزواج، وبدات التحضيرات ديال العرس هي وعائلتها. ايوا الزوج المستقبلي ديال جميلة سميتو حفيظ، عنده 30 سنة. ايوا السيد عنده بنت خالته اللي جات من الطاليان ومطلقة وعندها 2 بنيتات. ايوا بدا السي حفيظ كيساري بنت خالته، كيخرجوا كياكلوا على برا في المطاعم. ايوا حفيظ غادي يتراشق هو وبنت خالته. ايوا جميلة بقات ما سمعت عليه حتى خبر. ايوا الزوج المستقبلي بدا كيتهرب منها، وواحد النهار جميلة غادي تقرر تتصل بحفيظ وهو كاع ما كيجاوبهاش. ايوا وهي غادي تتقلق، وهي تقرر هي والام ديالها يمشيو لعندهم لدارهم. ايوا ما لقاوش السي العريس في الدار. ايوا السي العريس قلب الفيستا. ايوا واحد اللحظة وهو السي حفيظ يجي داخل هو وبنت خالته، وغي هما بجوج بحكم كانوا وصلوا البنيتات عند ام الطليق بنت خالته باش يدوزوا شيامات عند الجدة ديالهم، وهما جايين متراشقين. ايوا جميلة والام ديالها شافوا داك المنظر. السي حفيظ ما بقاش مسوق الجميلة. ايوا جميلة قالت له حفيظ بغيت نهضر معاك. قال لها من بعد؟ قالت له لا دابا. ايوا قال لها هاني كنسمعك. ايوا قالت له كتبان لي ماشي هو هذاك. قال لها راه ما عنديش الوقت. قالت له عندك الوقت غير مع بنت خالتك. قال لها هاديك راها لالاك. ايوا تشوفوا الصدمه ديال جميله، خرجت منهاره تقول له شنو غادي نقول للناس اللي معروضين، انا حضرت كل شيء، انا وجدت العرس. ايوا والسي حفيظ كاع ما مسوق. ايوا وغادي يصيفط ليها ورقة الطلاق قبل البناء. ايوا جميلة كات تفقسات مرضات. ايوا من بعد فاتت واحد الشهرين عذاب من الفرح ولا قرح. ايوا دازت واحد الشهرين عذاب على جميلة. ايوا واحد النهار جات العمة ديال جميلة سكنات فحداهم في نفس المدينة، والعمة اللي كان عندها 2 بنيات وولد. الولد الكبير كانت في عمره 26 سنة اللي سميتو هشام، و2 بنيتات، وحدة عندها 18 سنة وحدة عندها 19 سنة. والعمة ديال جميلة كانت صحتها على قدها وكانت مريضة، وبقات جميلة مشات هي والعائلة ديالهم يزوروها أول مرة وهي تشوف هشام. ايوا جميلة من النظرة الأولى عجبها هشام. ايوا ودوزو داك النهار ضاحكين لاعبين فرحانين عجبهم الحال. ايوا ناض الأب ديال جميلة قال لختو غادي حتى نتيا
تجي عندنا انت وليداتك. تاني العمة ديال جميلة مشات هي والبنيتات ديالها وهشام. ايوا تاني عرضوا عليهم، فرحوا بيهم، كبروا بيهم، عجبهم الحال. ايوا فرحوا شوي شوي. بدات جميلة واحد النهار قالت لها ماما، واش ظهر لك نمشي عند عمتي وعند بنات عمتي نزورهم؟ وماما تقول لها الله يا ودي. فرحت لها هي الاب ديالها. قالوا باش تخرج من هذاك الحزن وهذاك التفكير اللي صرا لها ماشي ساهل. صافي قالت لها سيري. البنت مشات عند عمتها، وملي مشات لقاتها في الدار بدات كتعاونها. قالت لها عمتي شنو ندير معاك؟ هي كتعاونها من هنا من هنا. ايوا قعدت واحد الساعتين ولا 3 رجعات. تاني الاسبوع الجاي نفس الشيء. قالت لها ماما بغيت نمشي عند البنات، عند عمتي وعند بنياتها. قالت لها سيري. ايوا لقات عمتها عيانه مريضه، وهي مسكينه كتجمع وكطيب، وهي تقول لها عمتي نعاونك. قالت لها نساعدك. هذيك هي خملت جمعت طيبت كل شي كيشعل، صبنت صلحت. ايوا هو يجي سي هشام، هو يلقى كل شي كيشعل، الغدا موجود، مصبنين الكسيوات ديالهم صلوحين، عجبو الحال. وهو يقول لها جميلتي. ايوا قال لها كبرتي وليتي غزاله. ايوا وهي داك ما تسمع، هذاك ما تسمع لاله جميله، وهي طرق كي قالوا طاحت في شباك الغرام. صافي ايوا بقات جميله خطيبتي على عمتها. وواحد النهار العمه ديال جميله تلاقات هي والاخ ديالها، وهو بين جميله. قالت له خويا ما عندي ما عليك ما نخبي. قال لها خير. قالت له انا عجبتني جميله وبغيتها لولدي هشام. وهو يقول لها خوها اختي جميله راها بنتك، الولد ولدك والبنت بنتك، راه ولدنا وبنتنا راه كل شيء، ولكن راه زواج العائله انا ما بغيتش اختي نتخاسر معاك. قالت له ما غادي نتخاسروا ما والو، راه داك الشيء ضربوا على حسابي، راه ما يكون غير الخير، وزيدون انا ولدي هشام في يدي، راه ما يخسرليش. قال لها اختي الله يبارك لك مرحبا. ايوا هذيك هي مشات الام ديال هشام، دات معاها العمام ديال جميله، خوت ديال الاب ديالها عماماتها، تجمعوا داروا واحد الخطبه. اذن داروا غير العشاء، جميله ما تزوقات ما عدلات ما والو، غير داروا داك العشاء وصافي. لان جميله لهشام. ايوا هذيك هي جلسوا واحد الاسبوع، السيد ما كيتصل ما والو، سي هشام. وجميله ما بقاتش كتمشي عندهم للدار. قال لها الاب ديالها دابا تخطبتي ما غاديش تبقى خطيبتي عليهم، خلينا نشوفوا. المهم بقات اسبوع جوج، وواحد النهار هي اتصل بهشام قالت له مبروك علينا. قال لها ايوا مبروك عليك انتي. قالت له كيفاش مبروك عليا انا؟ علاه انت هادشي جايك عادي؟ قال لها لا لا ما ديش عليا، كنضحك معاك الله يبارك فيك، ما ديش عليا. صافي بقات جميله مره بقات كتمشي لعند عمتها، وهي غير باش تشوف السي هشام. المهم والاب ديالها ديال جميله قال لها بنتي دابا تخطبتي، خلينا نشوفوا شنو نديرو. هذيك هي. هو يقول لها دابا راني عطيتك لولد اختي، ولكني واخا هكداك خاصنا نشوفوا شنو غادي نديرو. صافي واحد النهار
ما بقاتش جميلة كتمشي لعند عمتها، والسي هشام ما كيتصل بها ما والو، بقات هكذاكي. وواحد النهار الوالدة ديال هشام عمت جميلة كانت مريضة وعيانة. ايوا السي هشام دخل للدار، لا غدا لا تخمال لا حويجات مصبنين لا مصلوحين. ايوا وهي تبانلو جميلة، وهو يتصل بيها قال لها جميلتي كي دايره لاباس عليك؟ قالت له لاباس. قال لها ايوا غبورات. ايوا ولالا جميله ما قدتها فرحه، غادي طارت عندهم في البلاصه، مشات. المهم جمعت صبنت طيبت خلات كلشي كيشعل، وهي تقول لها العمه ديالها ديال جميله، قالت لها ايوا غبورات جميله هذا شحال ما جيتي؟ ويقول لها يا هشام اييه هذا شحال ما شفنا جميله. وهي تقول لها شوف يا بنتي انا كنعرف خويا، حنا غادي نديرو العقد ديال الزواج، وداك الساعه حتى تجمعوا راسكم على خاطركم انت هشام. وهي ما قداتها فرحه جميله، قالت لها اللي درتيها عمتي انا قابله بيه. ايوا صافي هذيك هي، داروا العقد. ايوا بقات الرحله ديال جميله مع ولد عمتها، شهر يفوت، شهرين، 3، 4، سنة، سنتين. واحد النهار وهي تقول هشام وفوقاش غادي نديرو عرسنا؟ هو يقول لها انا مازال ما جامعش راسي. وهي تقول شوف غير داكشي اللي كان نديرو بيناتنا، ونديرو حفلة صغيرة ونديرو عرسنا. وهو يقول لها شوفي حتى داكشي اللي كان راه ما عنديش، انا فهاد الساعه ما مستعدش، راكي تشوفي فيا عندي خواتاتي، الام مريضه صحيحت على قدها مسؤوليه، فهاد الساعه انا ما قادرش نكذبش عليك، تسناي. المهم بقات كتستنى. ايوا فاتت او وصلت 5 سنين وهي غير كتستنى، والوقت كيفوت دغيا كيدوز الوقت. هاديك هي وصلت 5 سنين صافي جميلة بقا كيبان لها داكشي ما كاينش. هضرات الام ديال جميلة مع عمت جميلة مع البنت الام ديال هشام، وهي تقول لها هادشي راه طول. وهي تقول لها راني كنقيل كنهضر مع هشام وكل نهار كيقول لي يا الوالده غير صبري عليا، وهانتي تشوفي انا راني مريضه وهاني داياها غير في مرضي، وهي مسكينه صحيحتها على قدها. ايوا هاديك دخلوا في العام السادس، 6 سنين، وهي الوالده واحد النهار ديال هشام غادي تمرض واحد المرضه كبيره وغادي توفى الله يرحمها. ايوا داروا العزو ديالهم، فات هداك الشي، غادي عاود تاني يستناو سنة. واحد النهار وهي تمشي جميلة لعند ولد عمتها، وهي تقول له هشام هادي 7 سنين وانت خاطبني وانا كنستنى فيك، وانا راني مراتك راني مزوجين راك داير عليا العقد. وهو يضربها واحد السفعة ويجيبها طايحة على الارض، تجمع الجهد ديالو يعطيها. السيدة تصدمات بقات غير كتشوف من الارض طايحة وكتشوف. قال لها واش كنتي تستناي غير الام ديالي تموت وتجي تاخدي بلاصتها؟ سمو كيحساب ليك. قالت له هذيك الام ديالك هذيك راها عمتي، هذيك الام ديالك هذيك راه ماشي ضرتي، انا راني غادي نكون الزوجه ديالك ماشي الام. المهم مشات رجعات لدارهم
وحكات الأم ديالها كل شيء اللي طرا بيناتهم. والأب ديال جميلة كيسمع ويقول لهم: أنا من الأول، أنا قلت لكم زواج العائلة ما بغيتوش، بعد على دمك لا يطليك. ايوا والسيد دخل في واحد الحزن على بنته، بقات فيه. هاديك هي. وغادي عاوتاني تفوت سنة، او هو السي هشام هذاك الساعة غادي يعرض عليهم العرس. بحكم جميلة 6 سنين وهي كتستنى، هو كيتلوعب لان هو ما كانش كاع باغيها. هو بحكم غير ان الام ديالو اللي خطباتها له، ما كانش كاع كيشوف فيها كزوجة، كان يشوف فيها كخادمة كتعاون الام ديالو. واخا ايوا هاديك هي. عرضوا عليهم بحكم ان الاب ديال جميلة ولد اختو، قال لها: انا على وجه اختي المرحومة غادي نمشي. حتى الزوجة ديالو مشات معاه الام ديال جميلة، وهي تقول لبنتها: يوا بنتي بلا ما تمشي، راه حنا غادي غير نمشيو نديرو الواجب ونرجعو. قالت لها: الله يا امي غير بقي على خاطرك، ما كاين مشكل، غير سيري. ايوا نهار العرس ناضت جميلة وحضرات الكسوة احلى ما عندها في اللبس، ومشات للكوافيرة وصبغت الشعر ودارت واحد الشعر زعير شهب احلى ما يكون، ودارت المكياج وهي تجي داخله للصاله في العرس. ايوا السي هشام العريس غادي يتصدم، هو يشوف جميله، هو يشوف ايام الجمال، الشعر كي ولا، المكياج، اللبس تغيرت 180 درجه. اللي كانت ما عمرها كتحط المكياج، الشعر غير مجموع، غير الشقه، غير هو كاع ما شافش هذاك الجانب ديال الجمال ديالها حتى لداك النهار. ايوا السيد جات عينو على عينها، بقى غير حال فمو. المهم جلسات جميلة، الوالدة ديالها بقات معصبة، ما بغاتهاش تجي. قالت لها: علاش جيتي؟ غير بينها وبينها هضرات، جلسات حدا الوالدة ديالها، قالت لها الوالدة: كاع ما تحيري، ما يخليني انا بغيت نحضر لهاد العرس. قالت لها: واخا. شويه بدات الموسيقى، ناضوا البنات كيشطحوا، وهي تنوض جميله كتشطح وشاعله في قلبها النار. المهم هي كتشطح، واحد السيد غير كيشوف فيها، شوي بدا كيشطح معاها، بقى كيشطح معاها، مشات جلسات، بقات شي ساعه وهو غير ماشي جاي عليها. فاتت واحد الساعه، واحد شويه هو يمشي لعندها وشدها من يدها، قالها: واش تشطحي معايا؟ القلب اللي كانت شاعله فيه النار ولا تهدن، نزلت عليها واحد السكينه وواحد الفرحه. بقاو كيشطحوا بجوج، هو يقول لها: قالوا لي انت هي اللي كان خطبك هشام، وكنتو تقريبا غادي تزوجوا، ولكن هشام راه من العائله ديالي، انا تقريبا راه حنا ولاد العم. راه قال لي انا جميله دائما كنت نشوف فيها بحال اختي، وهي تقول له: داكشي اللي كاين، حتى انا هشام راه بحال خويا، وكل حاجه بالمكتاب. صافي، والسيد بين لها بلي ان عجباتو. ايوا جميله دوزت هذيك التقصره، ولكن بان لها واحد الضو كي قالوا في حياتها، بحال اللي نزل عليها ربي واحد السكينه، واحد الهدوء، واحد الفرحه. هذاك السيد بحال اللي قالت هذا هو الزوج، كي قالوا تالتة نبتة. ايوا المهم وما بينتلوش، لان ما بقاتش دازت عليها 2 ديال المرات،
ما بقاش هذيك البنت اللي كتبين هذيك الفرحة لا لا، ولات ثقيلة تقالت كي كنقولوا اختارت. ايوا السيد غير ما يتعلق بها. المهم في الصباح سالاو العرس، السيد كيشوف من ما بانتلوش جميلة. المهم بقى واحد النهار ولا يومين وهما يصيفط العائلة ديالو، قال لهم انا باغي نخطب جميلة ونتزوج بها على سنة الله ورسوله. ايوا السيد سميتو احمد، عنده 45 سنة، مزوج ومطلق، الزوجة ديالو أوروبية، عنده جوج بنيتات معاها والبنيتات مع ماماهم، وهو السيد غير بوحدو. ايوا جميلة ما قداتها فرحة عاوتاني هي والوالدة ديالها، وهو يقول لهم سي أحمد عندي واحد الشرط، وهما قالوا هذا غادي يكون حتى هو بحال حنا، غير اللي جا كيشرط علينا كيقول لهم ندير العقد ونستنى، اولا كيخليهم الخطبه وكيخليهم تستناو. قال لهم انا غادي نعطيكم غير شهر، غير شهر، انا باغي ندير العرس ديالي باش نصايب الورق للزوجه ديالي. ايوا ما قداتهم فرحه، ما صدقوش. ايوا وجدوا كي قالوا ما خلاو ما داروا فرحوا. ايوا السي احمد غادي يدير واحد العرس من 1000 ليلة وليلة الجميلة، واللي غادي يحضر فيه سي هشام لانه من العائلة والزوجة ديالو. وبقى تاني نهار العرس غير حالف امو مصدوم. تما السي هشام عاد بانتلو جميلة. ايوا قالك كل ممنوع مرغوب. ايوا السي احمد دار واحد العرس كي قالوا من 1000 ليلة وليلة. ايوا المهم خلى الزوجة ديالو عند الام ديالو، ومشى هو رجع لبلجيكا، خدم لها الوراق وجداها. ايوا هاديك هي دخلها تقرا، دار لها البيرمي، خدا لها الطوموبيل، زاد عندها وليد، عاوتاني زادت عندها بنيته، وعايشه فرحانه وبخير وعلى خير، ما خاصها حتى خير. وهي تقول مع راسها ربي كان مخبي لي السعاده، حمدتك يا سيدي ربي وشكرتك. ايوا هاديك هي السي حفيظ بنت خالته ما تزوجات بيه، ماداتو للطاليان، سمحات فيه باقي بلا زواج. سي هشام المرا طلقات منه، قالت له انت كتبغي غير الماديات، انت كتهضر غير على الفلوس، انت باغي غير وحده اللي تعاونك. حتى هي طلقات. ايوا بقاين بجوج ما مزوجين، ما عندهم ولاد، وجميلة تزوجات وولدات وفرحات وسعدت، وربي كله اللي تلالها بالخير، واللي كي يقولوا اللي يدير الخير او يتظلم راه ما يخافش. ايوا هذه هي عايشه السعاده مع الزوج ديالها وفرحانه، ما يكونوا ان شاء الله جميع البنات. وهذه هي قصتنا، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، ونقول لكم بسلامه، ومع العسر يسرا.